اغلى سندوتش فيه ب50 جنيه، وسعرهم املى التانك وما يهمكش، والحلو عندهم ما بيتعداش ال20 جنيه. الكلام ده عن مطعم تفويلة صاحب اكبر سندوتشات بقالة. ازاي اتشهر كده في اقل من سنة؟ وهل فعلا سندوتشاته حلوة ورخيصة ولا لا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. الناس عنده بالطوابير ما تعرفش تعدي من جنبه من كتر الزباين، واللي بيوصل عددهم لأكتر من 100 فرد. الكلام هنا عن مطعم تفويلة اللي كسر الدنيا وقدر في أقل من سنة واحدة يفتح 4 فروع في اسكندرية والقاهرة والمنصورة والزقازيق. مطعم تفويلة فتح السنة اللي فاتت، ومن أول ما عمل الافتتاح وهو عمل لنفسه ماركتينج تقيل جدا، وبلوجرز كتير جربوه وعملوا له دعاية، ومحدش اختلف على أكله الحلو واختراعاته في الحلو والحادق وشعاره املى التانك وما يهمكش. قصده هنا على الفلوس، يعني كل زي ما انت عايز ومش هتدفع كتير. مطعم تفويلة مختلف في تقديم وجباته، يعني بيعمل سندوتشات بقالة بس حاطط التاتش بتاعته، يعني بيعمل السندوتشات بأسامي غريبة بحيث تشدك وتشتري وتجرب، زي حاجة كده اسمها قنبلة الحادق، واللي هي عبارة عن جبنة تركي وسوسيز وموتزاريلا وزيتون وطماطم. تخيل ان كل ده ب20 جنيه في سندوتش واحد. وفي كمان عنده سندوتش اسمه الديزل، من اسمه كده هتتخض وتقول ده اكيد هيبقى غالي، لكنه بالرغم انه عبارة عن كريمة ومورو واوريو ولوتس وكندر وسوداني وشوكولاتة، سعره 33 جنيه بس. وسندوتشات البقالة اللي هي جبنة وميكس شيدر وفي سوسيز بالجبنة الكيري واللانشون، كل دول مش بيعدوا ال20 جنيه. تفويلة اسم على مسمى، وبيعمل سندوتشات تاكلها لو انت جعان ومستعجل وعايز حاجة في السريع، ويبقى مع السندوتش جلافز علشان يبقى فيه لغوصة كتير وممكن تتبهدل من كتر ما السندوتش مليان. حكاية تفويلة بدأت من مايو 2023، يعني كده تموا السنة وقدروا يثبتوا نفسهم بجدارة. المشروع بدأ بمجموعة من الشباب كل واحد فيهم عنده حلم نفسه يحققه، حلمهم إنهم يفتحوا براند. فكروا مع بعض كده وفتحوا تفويلة، وكتبوا على صفحتهم إن من يوم السبت اللي جاي اللي هو موافق 5/5/2024 ذكرى أول سنة ليهم، وعلشان كده عاملين عروض حلوة لزباينهم، وهو 50% خصم على الأوردر بتاعهم حلو وحادق. ومش بس تفويلة بيعمل جبن وحلويات، ده كمان بيعمل سندوتشات رنجة وتونة وسعرها ما يتعداش ال16 وال20 جنيه. فروع تفويلة على طول زحمة، ولازم تقف أكتر من ربع ساعة علشان تعمل الأوردر بتاعك. بلوجرز كتير جربوا تفويلة زي رعد وعمرو الهادي والبلوجر صاحب بيدج أكلة عدنان. في منهم قال إن التجربة حلوة قوي وعجبتهم وما صدقوش سعرها، وإنها من أنظف وأحلى المطاعم اللي عملت فكرة السندوتشات دي بشكل كرياتيف. وفي منهم عجبهم اختراعات الحلوة أكتر من الحادق، ونصحوا متابعينهم يجيبوا الحلوة. من العروض خلت سندوتش الكفتة ب20 جنيه، وبتعمل عروض اللمة والأصحاب. تفويلة كمان دخل صنف جديد على سندوتشات البقالة، وهي السماش برجر، وسعره بين 80 و100 جنيه، والكفتة واللحمة بالبصل ودول بين 50 ل 100 جنيه. تفويلة عامل بيدج على التيك توك، وكل شوية بينزل سر خلطات أكله، لكن ما تقدرش تنكر إن كل ما تشوف الفيديو وشكل السندوتشات مغري ويخليك عايز تاكل دلوقتي حالا. شاركنا بقى وقول لنا لو انت جربته قبل كده، هل فعلا سعره رخيص وطعمه حلو ولا لا؟